السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابي لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة. حل التقويم النهائي لدرس ليالي الحصاد لطلاب الصف التاسع منهاج الجمهورية العربية السورية. القراءة الصامتة. السؤال الأول: أحدد الإطار الزماني والمكاني للحوادث التي وردت في النص. الجواب: الزمان ليلة في أواخر أيار وأوائل حزيران. المكان القرية في أحد الحقول الذهبية القريبة من الكاتب. السؤال الثاني: أشار الكاتب في المقطع الثاني إلى أمور تبعث الأنس في نفسه، اذكر 2 منها. الجواب: السواقي التي تدور على رؤوس الزروع، كلاب الحراسة التي تنبح على أطراف البيادر، الحاصدات اللواتي يغنين في مزارع القمح. الفهم والتحليل. السؤال الأول: ينسب صوت الصرير إلى أشياء عدة أستعين بالمعجم على تعرفها ثم أختار إلى ما نسبه الكاتب في النص. الجواب: صرير الأذن طنين، صرير القلم صوته، صرير الأسنان صوت اصطكاكها، صرير الباب صوت حركته. والصرير بشكل عام هو كل صوت فيه بعض الاستمرار، وهنا نسب الصرير إلى الجنادب. السؤال الثاني: أرتب الحوادث الآتية وفق ورودها في النص. استمتاع الكاتب بسكون الليل. الجواب: المقطع الثاني. تشارك رجال والنساء في الحصاد. الجواب: المقطع الأول. فكرة سماع الكاتب أصوات المتباينة في الليل. الجواب: المقطع الثالث. السؤال الثالث: وصف الكاتب الحاصدين والحاصدات حين خرجوا إلى الحقول، اذكر صفاتهم مما ورد في المقطع الأول. الجواب: في أيديهم المناجل، وعلى أكتافهم الأردية، وهم يوقعون على طرق الربيع العشبية، أهازيج الجذل والأمل. أهازيج الجذل والأمل. الجذل بمعنى الفرح. السؤال الرابع: من فهمك المقطع الأول اذكر حال الزرع بعد حلول حزيران، وحال كل من الكاتب والقرية بعد خروج الحاصدين. الجواب: حال الزرع قد استحصد وتهالك، بعضه على بعض من الذبول واليبس، فلم يعد يقوى على حمل سنبله. حال القرية باتت هامدة ساكنة، لا تسمع فيها سامرا على مصطبة ولا نابحا على تل. الكاتب أحس بالوحشة وأخذه منها ما يؤخذ السائر الوحد من الغابة الكثيفة. السؤال الخامس: أين صفات الصوت المنبعث من القمر؟ ثم اذكر أثره في كل من الطبيعة والكاتب كما ورد في المقطع الثاني.
الصوت المنبعث لين هادئ شاحب. الطبيعة يلون الغيطان والغدران والطرق بلون الفضة الكابية. وأيضا الكاتب ولد في نفسه إحساسا يشبه إشعاع الحلم وإسفار الأمل. السؤال السادس: أصنف المظاهر التي أوردها الكاتب في المقطع الثاني إلى سمعية وبصرية. الجواب: سمعية: الجنادب تصر، الضفادع تنق، السواقي تنوح، الحاصدات يغنين، وكلاب الحراسة تنبح. بصرية: ضوء القمر الفضي الكابي، الليل وسكون الحركة فيه. السؤال السابع: أبين الأمر الذي كان أكثر تأثيرا في نفس الكاتب وفضله على مظاهر الطبيعة مما ورد في المقطع الثاني. الجواب: السجو العميق الذي ضرب على حياة الليل فهيمن على كل حس وسيطر على كل حركة. السؤال الثامن: أوضح مراحل عملية الحصاد التي أوردها الكاتب في المقطع الثالث. الجواب: الحصاد بالمناجل، جمع الحصاد في أكوام، تجميع الحصاد في حزم غليظة، النقل إلى البيادر. طلابي، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته.